عالم المعري في الغفران، أو رسالة الغفران بأسلوب عصري للفنان محمود أبو المجد. مقدمة تاريخية. رسالة الغفران عمل أدبي شهير من تراث القرن الخامس الهجري 11 الميلادي، وترجع شهرته إلى أن مؤلفه اقتحم به عالما خياليا لم يسبقه إليه أحد، صوره من وحي العقيدة الإسلامية، ووضع به الأساس الأول لفن القصة الطويلة في الأدب العربي. مؤلفه هو أبو العلاء أحمد ابن سليمان التنوخي، ولد في بلدة المعرة من إقليم حلب بالشام، وعاش في الفترة ما بين عامي 363 ل 449 هجريا القرن ال11، وهو من أسرة عريقة تبوأ بعض أفرادها مناصب القضاء والفتوى. روي عنه أنه فقد البصر وهو في الرابعة من عمره إثر إصابته بمرض الجدري، لكن أهله تعهدوه بالتعليم والدراسة حتى استوعب كل علوم عصره، ونبغ في الشعر والأدب وعلوم الفقه والفلسفة. وروي عنه أيضا أنه كان مرهف في الحس، حاد الذكاء، قوي الذاكرة جدا، حتى أنه كان يحفظ الكتب الكاملة بمجرد تلاوتها عليه، وقد عوضه ذلك عن فقد حاسة البصر. وقد سمي المعري نسبة إلى اسم بلده المعرة. وللمعري عدة دواوين شعرية ومؤلفات أدبية تشهد بعمق ثقافته وقوة فكره، ويكشف إنتاجه الأدبي والشعري عن ميل فلسفي يدفعه إلى الشك في كل ما يؤمن به الناس، رغم أنه كان أخلاقيا ورعا شديد الإيمان. وقد أوقعه ذلك في مأزق ألزمه الاعتكاف في بيته منقطعا إلى علمه وأدبه، ثم اتهم بعد ذلك بالزندقة والإلحاد رغم تصوفه وزهده. وقد لقيت مؤلفات المعري حظا سيئا، وأهملت رسالة الغفران أكثر من 9 قرون، حتى عثر على مخطوط قديم منها في خزانة مكتبة الأسكريال بمدريد، فعكف عليه المستشرقون الأسبان بالبحث والدراسة، فاكتشفوا أن أدباء أوروبا عرفوه واقتبسوا فكرته في مؤلفات لهم دون أن يشيروا إليه أو إلى كاتبه، حتى ينسب الفضل لهم، مثل الكوميديا الإلهية لدانتي أليجيري الإيطالي، والفردوس المفقود لميلتون الإنجليزي، وغيرهما. لقد كان التفكير في الموت والبعث يسيطران على عقل المعري، ويدفعانه أحيانا إلى الشك في جدوى الحياة الدنيا بما تحفل به من إغراء خادع وشقاء دائم. لم يكن يخشى حساب الآخرة، لأن حياته الطويلة لم تجنح إلى إثم أو معصية. ورأيه المعلن في شعره وأعماله الأدبية أن النعيم الحقيقي لن يتحقق على الأرض أبدا مهما حشد فيها من متاع زائل. إنها في نظره الأرض الراقدة والدار الخادعة التي هي لكل شمم جادعة، أي أن العيش فيها ركود وخداع وإذلال للكبرياء، وأوصاف أخرى كثيرة تعبر عن احتقاره لها بعد أن عرفها خلال حياة فيها. أما النعيم الحقيقي في نظره فهو في الآخرة، حيث يحاسب حسابا عادلا، فنال بعده ما حرم منه في الدنيا دون قيود فرضت عليه في حياته، ليمتحن بها إيمانه وقوة عقيدته، فإن التزم بها وتحمل في الدنيا فاز بما كان ممنوعا عنه في الآخرة. إن النعيم الحقيقي في رأي المعري هو تحقيق الإنسان لكل رغباته الطبيعية الروحية والعقلية والجسدية، والاستمتاع بها دون حدود، وهذا لن يتحقق أبدا في العالم الذي نعيش فيه. والأمل ينعقد على يوتوبيا أو عالم مثالي تتحقق فيه الأماني والأحلام التي عز نيلها في الواقع، حيث يبعث الأعمى مبرأ من عاهته، والكهل العاجز يصبح شابا مليئا بالصحة والفتوة، والفقير المحروم يبعث منعما بكل ما حرم منه في الدنيا. أما الاستمتاع بما في الجنة من حوريات ومجالس له وشراب فقد نسبه إلى بطل علي بن منصور الذي وسم شخصيته في سياق
سياق القصة بالانتهازية والنفاق، لكن هذا التصرف الدرامي لم يئن خصومه عن التشهير به واتهامه بالجراءة على المعتقدات الدينية رغم ما في ذلك من خطأ واضح. إنه رأي فيلسوف درس فكر الشرق والغرب والعقائد الدينية، لكنه في الوقت نفسه صمد في ورع، لم يطعم نفسه إلا ما يسد الرمق، ولم يرتدي من الثياب إلا ما صنع من القطن الخشن، وفراشه من الحصير أو اللبان، ولم تكن في حياته زوجة أو أليفة، فلا تسريب عليه أن جنته هذه عامرة بالحور الحسان وأطيب الطعام والشراب، ما دام ذلك كله قد وعد به المتقون في الآخرة، وذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لقد جاء وصف المعري رحلته حسيا صرفا، أي يعتمد على حواس السمع واللمس والشم والذوق فقط، إلا أنه يدفع إلى القارئ بشعور ميتافيزيقي بالمكان، يمهد للعالم الذي تدور به أحداث القصة، وهو ينشطر إلى 3 عوالم، لكل منها طبيعته الكونية التي لا تدركها الأبصار ولا تحدها حدود جغرافية كتلك التي نعرفها اليوم في الدنيا، وأبعادها بعد ألوف الأعوام للشمس التي عرفت بسرعة سيرها في العاجلة. ومن حيث تقنية السرد في النص الأصلي، فإن رواية المعري تبدأ من الجنة، حيث يؤدي نقاش أدبي بين بطله علي بن منصور وبين جماعة من الشعراء عوران قيس، إلى أن يقص عليهم بطريقة استرجاعية التعب والإرهاق الذين عاناهما في الموقف قبل أن ينجح في دخول الجنة. وبعد أن يتم هذا السرد الرائع يودع الشعراء ويعود إلى التجول في الجنة، ثم يزور عالم الجحيم، وتكتمل القصة على هذا النحو، إلا أنني جعلت رحلته تبدأ من الموقف طبقا للسياق الطبيعي للقص الدرامي، حيث يبعث الناس ويمرون بمراحل من الضنك والإرهاق وعبور الصراط، ثم يدلف إلى عالم الجنة، وبعد أن يقضي فيها أعواما لا يعلمها إلا الله، شاهد خلالها الذين كافأهم الله عن إيمانهم وتضحيتهم في الدنيا من إنس وجن ووحش وحيوان إلى آخره، يذهب إلى عالم الجحيم ليزوره ويرى ما فيه من الأشقياء ويقابل إبليس وأتباعه، ثم بعد ذلك يعود إلى الفردوس فيقضي فيه الحياة التي قدرها الله له. وأهل هذه العوالم كلها من الشعراء والأدباء وعلماء النحو من العصور السابقة عليه والمعاصرة له، يقابلهم بطله ابن منصور ويسامرهم ويناقشهم فيما قالوه في الدنيا من شعر وأدب، وتدور بينهم مناقشات خيالية يقول فيها كل منهم رأيه في أعمال الآخر، ويدور ذلك كله في جو حافل بالخيال الدرامي الجذاب. وفي محاولتي هذه لاستيحاء هذا النص الخالد الذي أريد له أصلا أن يكون عملا رصينا يتعلق بالشعر وفقه اللغة، أبرزت ما لقيت فيه ضمنا عملا دراميا سابق على المحاولات العديدة التي استحدث إنجازها في مضمار الكتابة القصصية والمسرحية. هذه هي رسالة الغفران التي ألفها أحد أعظم شعراء اللغة العربية، قد ألقيت الضوء على نصها التراثي وعلى مؤلفها، وبحسب ما فهمته منها استوحيت هذا العمل وأسميته عالم المعري في الغفران، وخففت من حدة التهكم الشائعة بين العمل الأصلي وزدن بأن توسعت في أخبار الشعراء الذين اختارهم المعري، كما جعلت كل منهم يصف عمله الذي أتى به إلى الجنة أو ذهب به إلى النار، وسردت نماذج من شعرهم اخترتها من أسهل ما قالوه حتى لا أثقل على القارئ بتعقيدات لغوية أو لفظية. أما الرسوم فقد استوحيت ملامح أصحابها من الأوصاف التي وردت في كتب التراث، وحاولت تصحيح ما رسمه بعض الفنانين ونسبوه إلى شخصيات ذلك الزمان. وأرجو من القارئ أن يلتمس لي العذر إذ كنت لم أوفق في إنجاز هذا العمل بالصورة المثلى، لأني تركته بفكر الفنان التشكيلي للأديب المتفقه في اللغة العربية. والله الموفق. محمود أبو المجد.